أتحدث اليوم عن قضية أثيرت في الشارع الأردني في الأيام الأخيرة من سياسة معروفة عن الحكومة التي يرأسها الدكتور عبد الله نسور منذ توليها زمام الأمور وإدارة البلاد من ما يقارب ال4 سنوات، وهي تتخذ سياسة جيب المواطن وإفقار المواطن من خلال قرارات عشوائية لا تخدم مصلحة الوطن والمواطن، وكان آخرها من تعديل للرسوم ترخيص المركبات ورفع لأسطوانة الغاز التي تعتبر المصدر الرئيسي لطاقة البيوت الأردنية من تدفئة أو أعمال المنزلية. هذا القرار أو هذه القرارات أخذت حيزها في الشارع الأردني ومساحتها من احتجاجات سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو من إثارة بالإعلام الأردني أو من شخصيات وطنية، وكان على رأسها مجلس النواب الأردني الذي ركب الموجة وأخذ يطل علينا بالبيانات النارية والبيانات التي تدغدغ عواطف الشعب. وكان المنتظر من هذا المجلس أن يقف لمرة واحدة إلى جانب من أوصلوهم إلى قبة البرلمان ليمثلوهم خير تمثيل وليس ليمثلوا عليهم. اليوم كان الشعب الأردني بجميع أطيافه ينتظر قراراً حاسماً إلى المواطن وإلى جيب المواطن وإلى حياة المواطن الذي أصبح يشعر بأن هنالك سياسة ممنهجة لإفقاره والقضاء على مصادر دخله لمصلحة خزائن الدولة. طلع علينا القرار اليوم ببيان مشترك من مجلس النواب والحكومة الأردنية بتلاعب واضح بمشاعر الأردنيين، من تسيير للقرار وإدراجا للقرار من خلال تلاعب بالألفاظ، من تثبيت لأسعار الترخيص وتوزيع لحصة الرفع التي تمت على اسطوانة الغاز على باقي المشتقات النفطية، وكأننا نعيش في دولة لا تستطيع أن تحمل هذا الشعب لمرة واحدة أو ترضيه في قرار واحد، وكأنه نحن محرومون من أن يكون هنالك حكومة تخدمنا وليس نحن من يخدمها أو ينفق عليها. الغريب بأنك عندما تنظر إلى جميع المنجزات التي يطلون علينا بها حكومتنا الأردنية أو غيرهم تجدها تحمل لافتات معينة من شكر لدول أخرى، إما منحة خليجية أو منحة أوروبية أو أمريكية. وهنا يظهر التساؤل الواضح بأن هذه الأموال وهذه الضرائب وهذه المديونيات الهائلة التي كل عام تطل علينا بتزايد وأرقام فلكية إلى أين تذهب؟ المواطن مغرق في الضرائب والرسوم والجباية من جيبه. المنح الخارجية لا حد لها، التمويل لا حد له، ومع ذلك ارتفاع طردي وغير مسبوق في المديونيات التي أصبح لا يتحملها وطن ولا يتحملها مواطن. اليوم نعيش في وسط ملتهب وبوابة ملتهبة ممكن أن تجر معها هذا الشباب الأردني الذي أصبح بمئات الألوف العاطلين عن العمل والجالسين على قارعة الطريق ينتظرون فرصة معينة لفتح بوابات الحياة أمامهم، ولكنهم لا يجدون أحدا ممكن أن يقدم لهم شيئا. فماذا سنقول لهم الأجيال القادمة عندما تصبح هذه المديونيات مضاعفة من قبل حكومات لا تملك أي برنامج سياسي أو برنامج اقتصادي أو برنامج تنمية واضح سوى الشعارات والقرارات الفارغة من معناها والتي لا تحمل للمواطن أي جديد؟ إلى متى سنبقى هكذا ندار بطريقة عشوائية ولا يوجد من نستطيع أن نحاسبه؟ حتى الجهة التي يجب أن تحاسب نيابة عن المواطن أصبحت هي عبء وحمل على كاهل المواطن. إلى متى سنتمسك بهذه البطانة وهؤلاء الأشخاص الذين لا يوجد لهم أي برامج أو أي شيء يذكر ولم يقدموا أي شيء للمواطن ممكن أن يغفر لهم أو
يثبت بأنهم قادرين على إدارة هذه الدولة. ما هو المستقبل الذي ينتظرنا في الأردن؟ اليوم تلاعبتم علينا في قرار رفع، وتلاعبتم علينا بألفاظ معينة، ولكن المديونيات باتجاهها إلى المضاعفات. ما بعد 10 سنوات أين سنكون؟ هل سنكون في دولة مفلسة؟ هل سيكون لدينا بقايا وطن؟ اليوم نحن نعيش على أشلاء وطن جعلته الحكومات. هذه الحكومات أصبحت كالذئاب تنهش الوطن من كل حد وصوب ومن كل اتجاه. شكرا، وحمى الله الأردن، ونتمنى لهذا الوطن الرفعة وأن يستمر قويا، ولكن بعيدا عن هؤلاء المتاجرين في وطنيتنا ومواطنين. شكرا لكم.